شوف بخصوص النسخة هذه صعب التكهن حقيقة صعب، لأنه في ملاعب جديدة ما نعرفوش الكيفية التي أنجزت بها، يعني هل هي جاهزة 100% أو لا. احنا نعرف أن أحسن الدورات اللي جرت في السنوات الأخيرة كانت في مصر، دورة 2019 اللي توج بها المنتخب الوطني من حيث كل شيء يعني، والجميع بشهادة الجميع يعني رفعوا السقف عاليا. فراح يكون من الصعب هذه الدورة أنها تنافس هذه دورة مصر، خاصة لعديد من العوامل، يعني العوامل المناخية، العوامل تاع وسط تزامنها مع وسط يعني الدوريات الأوروبية. التوقف كان متأخر. أما الحظوظ بخصوص حظوظ المنتخبات ولا المنتخب الوطني، فعلى الورق دائما نعرف أن المنتخب الوطني على الورق من أحسن فرق هذه الدورة. نظن الخير يعني لهذا المنتخب. نقولوا باللي النقائص اللي شفناهم في الأشهر الماضية خاصة في تصفيات كأس العالم إن شاء الله يكونوا يتجاوزوهم في هذه الدورة، لأن هذه النقائص لو تبقى من الصعب جدا أن نروحوا